ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده، هنعمل مع بعضينا مهلبية القمر الدين. نعمله مع بعضينا بالطريقة المظبوطة وازاي يطلع منك مزز، يعني طعم القمر الدين بيبقى باين فيه. خليكم معايا واحدة واحدة. انا عندي هنا لفة قمر الدين، وعندي كوباية سكر، وعندي 4 معالق كبار نشا، معالق مليانة كده هرمية، عليهم لتر مية. انا عندي هنا قمر الدين، عندي لفة كاملة. اللفة الكاملة دي اللي انا هعملها. في ناس كتير بينقعوا القمر الدين قبليها. يعني ايه؟ يعني بيحطوه في مية كده حوالي ساعتين كده عقبال ما يفك. انا بعمله من غير نقعة خالص، يعني ما بسيبهوش قبليها. بجيب لتر المية، ما بحطوش كله في الاول، بحط حوالي كوباية من اللتر، واحطه على نار هادية زي ما انتوا شايفين كده اول لما يبدأ في الغليان، ابدأ ان انا اقلبه. يعني مش ان انا اسيبه، هو مش هيفك مع نفسه. بالمغرفة بتاعتي كده وابدأ اقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما يفك معايا كله. انا مش معليه النار، انا مخليه النار وسط كده اقلب فيه كويس جدا. ولازم وانا بختار نوع القمر الدين ما تسترخصيش في الانواع، لان في انواع كده بتبصي تلاقيها عاملة زي العسل. اختاري النوع اللي تكون جودته كويسة. هنا بقى القمر الدين بتاعي كان فك كده زي ما انتوا شايفين، وقوامه تقل. بعد كده بقى هنبدأ نضيف هنا المية، ولو لقيتي فيه قطع قمر الدين صغيرة ما تقلقيش، هي هتفك مع الغليان. بضيف بقى بقية اللتر بتاعي. يبقى لفة القمر الدين انا استخدمت لها لتر من المية، ما استخدمتش اكتر من كده. بعد كده بضيف كوباية السكر. السكر بقى حسب ما انت عاوزاه، حابة تزودي عن كده بتزودي، حابة بتقللي. واسيبه على البوتاجاز يغلي كويس جدا. بعد كده ببدأ اضيف النشا. انا هنا بضيف على 4 معالق كبار نشا، بضيف عليهم حوالي من ربع لنص كوباية مية، على حسب ما النشا تفك معايا. لازم بحط النشا فكة معايا كده زي الحليب بالظبط، عشان ما تكتلش معايا مع القمر الدين. بعد كده القمر الدين داخل بقى على غليان، يعني لقيته سخن كويس جدا وهيغلي، ببدأ أضيف النشا زي ما انتوا شايفين كده تدريجيا. والإيد التانية بتقلب كويس جدا، ما بضيفش النشا مرة واحدة كده كنزل بيها والنار بتاعتي عالية، هبص لاقيها عملت تكتلات كده لكن إيد بتقلب وإيد بتحط النشا، والنشا بنزلها واحدة واحدة كده بعد كده هبص الاقي القمر الدين بدأ لونه يفتح معايا من النشا، وبعد كده هيرجع للونه الطبيعي. طبعا انا كل موقفتش ايدي، بقلب كويس جدا. في المرحلة دي انا دقته وحسيت ان هو محتاج سكر، فزودت حوالي 5 معالق كبار سكر، واسيبه على البوتاجاز دقيقتين كده وابص الاقيه بدأ يتقل معايا. ما استعجلش اقول ايه ده هو كده خفيف احط نشا تاني، لا هو هيتقل تاني. امتى ياخد تقله المظبوط؟ لما ابص الاقيه غلي خلاص كده مش هيتقل بعد الغليان. لكن كل ما بيسخن كل ما بيتقل معايا. ادام غلي كده يبقى هو ده كده قوامه، والقوام اللي انا عاوزاه. بعد كده ببدأ اضيف كيسين فانيليا واقلبه كويس جدا، واقفل عليه بقى النار، وابدأ احطه في الاطباق بتاعتي. والقمر الدين بنستخدمه لحاجات كتيرة قوي، في بيحبوه عصير وفي بيحطوه على البلح. بيعملوه ازاي؟ بتجيبي لفة قمر الدين وتحطي عليها المية وتحطي عليها السكر وتفرميه في الخلاط زي العصير بالظبط. في ناس كتيرة قوي بتحبه بالطريقة دي، وفي ناس تقطع قطع القمر الدين وتحطه على البلح، يعني بيخلي مية البلح كده لونها برتقاني، وبيبقى ليه طعم حلو قوي. وفي ناس ما بتاكلوهوش الا يعني بطريقة المهلبية كده زي ما احنا عملناه مع بعضينا. بعد كده بعد ما حطيته في الاطباق، حابه بقى تزينيه بجوز الهند، زبيب، مكسرات، حابه تخليه ساده، شيء يرجع لك، يعني دي حاجه ذوقيا ترجع لك.
كده بتكون وصفتي خلصت النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.